لاين ستارف اللي انا قلت لك عليه ده جبار. انا شغال بيه في الصيدليه كل الناس اللي بتجيبه. وفي مرطب ستارفل، في بقى هقول لك في وايتنج ستارفل، في منه كريم وفي منه جيل اسمه ستارفل وايتنج كريم ده للبشره الجافه والعاديه، ستارفل وايتنج جيل ده للتفتيح وصول الحبوب للبشره الدهنيه والاساسيه. تمام. وعندنا برضه ستارفل غسول للتفتيح للبشره العاديه والجافه. انما الستارفل غسول جيل اللي هو الاكني ده للبشره الدهنيه والمختلطه. وعندنا ستارفل اي كونتور تحت العين. وعندنا ستارفل فيتامين سي من السيرامات المحترمه قوي اللي موجوده في الماركت. فيتامين سي فيه 15%، والفئه الثابته بتاعته اللي هو ما بيعملش اكسده، ما بيتاكسدش لما بتخرج في الشمس. ناس كتير بتستخدم سيرم بروتين كويس يقول لك مجرد ما بخرج البشره بتاعتي بتاكسد، وجايبه سيرم غالي وحاجات غاليه. بتسمر يظهر لون خامل، تبدا تبقع، تحس ان في شحم على البشره. هي اصلا فيتامين الستارفل فيتامين سي ده يا دكتور سيروم؟ ايه؟ سيروم؟ سيروم. ما كنا الفيتامين سي ما بيتحط استعجلوا انتوا بتنططوني من حاجه لحاجه فبضطر اجاوب. لو عايزين المحاضره سؤال وجواب ما عنديش مشكله. مش فاهمين قصدي، انا عايزكم انتوا تستفيدوا. انا المعلومات عندي، انتوا تستفيدوا ازاي واوصل لكم المعلومات ازاي. برضه ما عنديش مشكله فيها. لازم تشرح لنا كله. فهمت قصدي ايه؟ فيتامين سي. بصي بقى بالنسبه لسيرم فيتامين سي، احنا اصلا خلصنا كده الغسول وقلنا التونر واتكلمنا في الترطيب. تمام كده. هنتكلم عن واقي الشمس. واقي الشمس قلنا اللي هو التنتد والجل او الفلويد البشره الدهنيه، والبشره العاديه اللي هو ايه؟ الكريم العادي او البشره. وقلنا الغسل كل ساعتين ثلاثه، واتكلمنا عن واقي الشمس. هقول لك بقى على نوعين برضه شركات مصريه، وبقول لك على حاجات براند. عندنا شركه انفينيتي وشركه بوبيه. دول شركات محترمه وسعرهم كويس في السوق المصري، كويسين جدا. في من انفينيتي برضه عندنا فيتامين سي على فكره، سيرم فيتامين سي كويس لو عايزين تستخدموه برضه. وواقي شمس كويس، وبي واقي شمس كويس. عايزين بقى ريتشي ولارش ادفعوا وهاتوه مفيش مشكله. عرفتوا انتوا القصه كلها. الجل والفلويد ده بشره دهنيه، تمسك البرودكت هتلاقي عليه مكتوب جل او فلويد، عرفتي ده البشره ايه. تمام كده. تنتد عرفتي ان هو محطوط عليه فاونديشن. اي شركه تعجبك، سيكا اي شركه تعجبك، خلاص ده ترميم اثار حبوب ندبات الكلام ده كله. وضحت؟ طيب بالنسبه بقى عايزين ندي نضاره للبشره، عايزين نقفل المسام، عايزين نقلل التصبغات، عايزين نعالج مشكله التصبغات اللي بتحصل عندنا في البشره. نعمل ايه بقى؟ بندخل ايه اللي الترطيب؟ هنرطب بالنوع المناسب للبشره بتاعتنا لسه قايلين عليه. نستخدم واقي شمس مناسب للبشره اللي احنا لسه قايلين عليه. ونستخدم كريم تفتيح كويس على حسب البشره برضه، يا اما جيل يا اما كريم. نمشي عليهم فتره هيظبط لنا الدنيا، مش محتاجين تقشير. بس في دلوقتي يا دكتور كل في تقشير على البارد، يعني ده بيتحط تحت العين وبيتحط حوالين الفم. لا بيتحط بتكنيك معين. ايوه تبقى طبقه. الدكتوره لا بعد ما بتعملي هو احنا دايما بس في مشكله، يعني هو احنا لو حطينا اي مقشر على البشره كامله، يعني انا دايما عندي المنطقه دي والمنطقه دي يعني محظوره. أيوة. فانا حتى لو هحط هنا انا دايما باجي فيما تبقى من الفرشه هو اللي بمشيه على الجزء ده، يعني ابسط مما تتخيلي يكون هو بس لمس المكان ده. لان اصلا حتى انت لما تيجي تقشري او في حاله التقشير لما بنوصل لها تلاقي اول مكان عندك بيبدا يقشر هنا. اول مكان اول علامه للتقشير الجزئيه دي بالظبط هي اللي قشرت معانا، لان المكان ده اصلا الجلد بتاعه خفيفه جدا زي بالظبط تحت العين. اتفضل يا دكتور كمل. المكان ده اللي هو بنزود فيه ترطيب او عايزين ندي نضاره بقى للبشره. اكتر سيرم بيدينا نضاره للبشره او البشره محتاجه ثلاث سواء عن طريق الفم او على الجلد نفسه. حلو قوي دي يا دكتور. بعد اذنك حته الفم دي الناس كلها معتقده ان الموضوع خارجي فقط. ايوه بينزل حلقات فظيعه كلها معلومات شيقه. تستخدموها على البشره ملهاش لازمه، لو استخدمتوها اورال عن طريق الفم هتجيب معاكم نتيجه احسن. حقيقه يعني اصلا البشره في حاجات مش هتنتصر. ايوه مش ممكن بقى نشوف الموضوع. محتاجين فيتامين سي.
محتاجين فيتامين اي ومحتاجين فيتامين اي سي اي. الثلاثه دول محتاجين سواء على البشره سواء عن طريق الفم. في راس في الصيدليه اسمها سيلينيوم اي سي اي. تركيز الفيتامينات دي فيها كويس جدا. الفيتامينات دي اكتر حاجه مضاده للاكسده، اكتر حاجه بتمنع اكسده البشره، اكتر حاجه بتدي نضاره للبشره، اكتر حاجه بتفتح لك البشره، مفيده جدا للشعر، للتساقط، للتقصف، مفيده جدا للضوافر. سيلينيوم اي سي ده كويس جدا، مفيده جدا للمناعه، سيلينيوم مفيده جدا للنظر. سيلينيوم اي سي ايوه بنقول منين؟ الصيدليه اسمه سيلينيوم. نقول نطلب عادي ايوه كده. الحبوب الصغيره دي مش لاقيينها في مصر دلوقتي، مش لاقيينها. انا ماشي عليها بقالي كتير. ماشي اصل وبجيب معاه كده كمان بتطلب عادي فيتامين بتاخد إي. براحتك عادي كده. فيتامين ايه اللي هي الابيض. حلو قوي. وفيتامين سي 1000 برضه بس ما لقيناهاش. طب في منتج معين ليه اسم أنا ايوه بصراحه اقول لك انا كاملين على طول. صح كده. لو ما لقيناش السيلينيوم في انتوكس. لو ما لقيناش السيلينيوم في حاجه زي اسمها انتوكس. انتوكس ما لقيناش الاثنين اصلا. ما لقيناش الاثنين نعمل ايه بقى؟ نجيب فيتامين اي 400 تمام كده؟ لا مش عايز 1000. لا هو عاوز يعمل ميكس من الحاجات مش عايز هينفع. 1000. هو عاوز يظبط لك الدنيا. على فكره الحاجات دي لو بناخدها في الاكل احسن من الفيتامينات 100000 مره. امتصاص الاكل في الجسم احسن من ممكن تاخدي فيتامين تركيزه 1000 وامتص منه 200 وما يمتصش خالص. لو عندك مشاكل في المعده، لو عندك مشاكل في الامتصاص، لو بتاخدي ادويه غده، بتاخدي ادويه معينه بيأثر على امتصاص الفيتامينات، عماله تسف فيتامينات اصلا مش لاقي اي نتيجه خالص. وممكن تكوني بتستخدمي الفيتامين غلط. انت بتاخدي فيتامين د اكيد. بتاخديه ازاي؟ برضه لازم بعد وجبه دهنيه. حلو. مفيش وجبه دهنيه نعمل ايه بقى؟ مفيش وجبه دهنيه؟ كل يوم هناكل لحمه ودهون وحاجات. لا مش لحمه، يعني ممكن يبقى في الفطار مثلا